السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد من اخر اخبار عظمه في الكون. النادي الاهلي اللي حاله اليومين دول لا يرضي حبيب ولا اوسخت الا ابيب. مش فاهمين يعني انت لما 17 ماتش تعادل منهم 13 ولا 14، احنا من امتى كان بيحصل لنا الكلام ده؟ لكن برضه الواحد مش عايز يقسى على كولر، لان برضه شايف ان اللعيبه عليها جزء كبير من اللي بيحصل اليومين دول. هخش معاك في الاخبار بسرعه عشان ما اطولش عليك. هنبدا بجلسه الكابتن محمود الخطيب اللي حصلت مع كولر، اللي كان مضمونها انه هيتاجل اي حساب لحد يناير، يعني بعد كاس العالم للانديه مفيش اي قعده ما بينهم مهما كان اللي هيحصل، وبعد السوبر المصري. فاول جلسه هتبقى للكابتن الخطيب فيها حساب مع كولر هتبقى ان شاء الله بقى ايه على اخر يناير. كاس العالم للانديه والسوبر المصري بعديهم هيقعدوا يتكلموا اذا كان بقى بالاجابه او بالسلب. نخش على طول في موضوع المهاجم الاقرب النادي الاهلي خالص الفتره الجايه مروان حمدي. ما تسالنيش ازاي، هتقول لي بقى حلو ومش حلو، بس انا شايف حتى لو لعب كويس الناس من مبدئيا رافضاه، فمش هيلاقي دعم. مروان حمدي مش هيلاقي دعم، فده يخليه حتى لو لعب كويس مش هينجح. هو الكلام اللي خارج من النادي الاهلي ان هم قالوا له خلص نفسك وتيجي، لكن النادي الاهلي مش هيخش في مفاوضات مع النادي المصري. النادي المصري طالب 25 مليون جنيه، قال لمروان حمدي لو جبتهم تتكل على الله. مع مروان حمدي كمان النادي الاهلي مش هيسكت على كده، لان صلاح محسن خلاص اقرب للخروج من النادي الاهلي، في احمد ياسر ريان مطروح برضه، وبعديه احمد امين اوفا. فاحمد ياسر ريان وارد جدا يرجع، ويا ريت احمد ياسر ريان انا اقول لك ابصم بالعشره. احمد ياسر ريان يا ريت. احمد امين اوفا برضه مهاجم مش وحش، فلو احمد ياسر ريان واحمد امين اوفا بدل مروان حمدي زي الفل، يعني هات الاثنين دول وسيب ده. لكن هو كولر ولجنه التخطيط شايفين في مروان حمدي اللي احنا مش شايفينه، براحتهم. والكلام برضو جوه النادي الاهلي بياكد ان المهندس عادل القيعي هيبقى ليه دور كبير قوي في المفاوضات اللي هتحصل والصفقات اللي في شهر يناير، لان امير توفيق لوحده لكن برضو محتاج خبره معاه، فالمهندس عادل القيعي هيبقى ليه بصمه واضحه قوي في الصفقات اللي هتحصل خلال الفتره الجايه دي. عموما نقفل على الفتره اللي فاتت بسلبياتها وايجابياتها، رغم ان سلبياتها كتير قوي، وشايفين ان كل لعيب دلوقتي ما بيفكر في نفسه، اللي قاعد على الدكه عايز يلعب، واللي بيلعب عايز فلوس زياده، واللي بيلعب ومحافظ على مستوى عايز يحترف. فالفرقه كل واحد بقى في دماغه حاجه، لكن هنقفل على كل ده ونشوف بعد كاس العالم ده ايه اللي هيحصل. فاللعيبه دي يا عم دلوقتي انت بتلعب لنفسك، يعني في كاس العالم اديك يا عم كمان بتلعب لنفسك، سيبك مننا كجمهور يا عم، احنا مش فارقين معاك، شايفينك بتطلع متعادل ولا في دماغكم ونشوفكم تاني يوم الدنيا معاكم زي الفل. يا عم سيبك مننا كجمهور، العب يا عم لنفسك، العب لاسمك والاسم ناديك يا عم. فان شاء الله نتمنى البطوله دي نعمل حاجه، لانها اخر بطوله بالنظام القديم، وده اخر فرصه ليك ان انت تقدر تلعب مباراه نهائيه. فنتمنى من ربنا سبحانه وتعالى نلعب مباراه نهائيه في النسخه الاخيره دي، لان ده الحاجه الوحيده اللي ممكن انتوا بيها كلاعيبه تصحونا كجماهير. فان شاء الله نتقابل على خير. دي كانت اهم الاخبار، يعني بقالي كتير ما بعملش فيديوهات، فقلت ايه اعمل لك فيديو خفيف سريع كده. نتقابل على خير ان شاء الله قبل انطلاق اول مباراه النادي الاهلي في كاس العالم للانديه. اشوفك على خير، السلام عليكم.